خارج مصر. بيسعدنا ان تكون معانا على الهاتف السيده غاده عجمي نائبه المصريين في الخارج. مساء الخير يا فندم واهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا، مساء النور بالبرنامج الجميل طير المسافر، واهلا وسهلا بكل القائمين عليه يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ويعني كان لقاء يعني جامع مانع مع السيد وزير القوى العامله اللي كانت يعني تصريحات مبشره، واخذ كل ملحوظات حضراتك وقال ان هي هتبقى في موقع التنفيذ فورا يا فندم. ماذا دار داخل هذا اللقاء؟ اولا انا بشكر معالي وزير القوى العامله على استقباله وعلى استماعه جيدا لبعض الامور، وكان اهمها اهميه وجود الممثل العمالي في السفارات بتمثيل مشرف لحل جميع مشاكل العمال. وطبعا اثنيت عن بعض انا طبعا بشكر الجميع، ولكن حضرتك عارف الاداء ممكن يكون بروح القانون مختلف شويه. السيده الفاضله حنان في ابو ظبي، سيد عبد الحليم كان في السعوديه، هو نزل دلوقتي وهو اكد ان الجميع بيعملوا على نفس المستوى واحسن، وان اي تقصير هو على اتم الاستعداد في تغيير اي موظف او اي مسؤول لا يؤدي عمله كامل، وانا بشكره طبعا على ده. اثناء اللقاء فتحت موضوع ان احنا نفكر خارج الصندوق. يمكن لا يخفى على الجميع ان انا خبرتي في طيران يعني يعتبر من اكفأ الطيران في العالم، يعني شركتين من اكفأ الطيران في العالم. خبرتي وتدريبي على اعلى مستوى اداني فكرة فتح موضوع خارج الصندوق، وهو تدريب مركز تدريب على اعلى مستوى. ولما بقول على اعلى مستوى يعني مستوى عالمي يساوي الشركات اللي هتتم عمل بروتوكول معاها، بحيث يتم تدريب طقمة الضيافة والموظفين المطار الجراوند هاندلنج ايجنت في المطارات بمستوى معين بتدريب معين، بحيث ان احنا يتم اختيارهم من البداية على اعلى مستوى. لاني حضرتك موضوع الضيافة يعني ما بيكونش متوقف بسنة او بوقت معين، لا هو استمرارية، وكل شهرين 3 بنلاقي شركة من الشركات الكبيرة بتيجي تطلب موظفين. فانا عرضت عليه انه يتبنى هذه الفكرة مع معالي وزير الطيران ووزارة الهجرة، بحيث اولا ندعم فكرة الهجرة الشرعية الموثقة بتهيئة الفرص العمل على اعلى مستوى، تدريبهم على اعلى مستوى عالمي واختياراتهم، وفي نفس الوقت بتكون بمقابل مادي، حتى لو كان بصورة يتم تنظيمها اذا تم اختيارهم يتم بالدفع العملة الصعبة من عملهم اذا تم اختيارهم. دي حاجة. الحاجة الثانية لو عملنا بروتوكول تعاون مع الشركات الكبيرة اللي على مستوى العالم بيتم لما بيجوا ينزلوا في خلال 4-5 ايام بيصرفوا مصاريف كبيرة جدا، وبيكون فيهم مهيئ ليهم او غير مهيئ ليهم الجو لاختيار الضيافة. طب احنا ما نعمل الكلام ده ونعمل اكاديمية ونعمل المكان اللي يتحضر فيه اختيار الموظفين على اعلى مستوى، حتى يعني توصل لحد عمل بنتين صغيرين لاقامه الطقم اللي نازل بره للاختيار طبعا، مع يعني من A to Z. لا فكره في نفس الوقت يا معالي النائبه فعلا يعني فكره والدفع هيكون بعمله العمله الدولاريه. ودي طبعا هيساعدنا في الفتره اللي احنا موجودين فيها دلوقتي طبعا. احنا هنساعدهم وهنسهل لهم الموضوع، وهنقدم لهم قماشه كويسه، وهنقدم لهم ناس فيري كواليفايد ان هم يختاروهم بسهوله ويسر، وفي نفس الوقت نعمل بروجرام حلو قوي للناس اللي هتنزل تعمل الامتحانات او الاختبارات، يتخللوا برنامج سياحي صغير كده مع سهوله ويسر في الاستقبال
وفي التوديع. تمام. وده هيكون ليه دخل حلو قوي للوزارات وللبلد. واتمنى ان شاء الله انا هقوم بتقديم اقتراح برغبه رسمي اول ما نرجع البرلمان ان شاء الله باذن الله، إن شاء الله. ويتم مناقشته، واتمنى ان هو يكون في عين الاعتبار باذن الله. الموضوع اللي خاص بالملحقين العماليين برضه يا فندم تناقشتم فيه حضرتك؟ ايوه يا فندم، احنا اتناقشنا لان الفتره الحاليه مهمه جدا لدور الممثل العمالي طبعا. وخصوصا ان يعني زي ما انا ذكرت اسماء ممثلين عماليين كانوا ليهم الاثر الايجابي في رجوع الكثير من المستحقات العماله اللي موجودين بره، برجوع مستحقاتهم، بحل مشاكلهم في البلاد المختلفه. ده مهم جدا، وهو اكد لي ان هو يعني مصمم ان الممثلين العماليين يكونوا على اكفأ مستوى ادائي، وان هم يأدوا وظائفهم على احسن مستوى لمساعده العماله اللي موجوده سواء في البلاد العربيه او سواء في البلاد الخارجيه يعني عموما يعني. تمام. يمكن حضرتك وانت بتكلميني دلوقتي يعني الرسائل مش عايز اقول لك رسائل كتيره جدا بتشيد بحضرتك وبمجهود حضرتك، بيتحدثوا ايضا عن ناس بيتعرضوا لظروف وبيتركوا العمل وهم مقيمين في الخارج لاسباب او باخرى. وانا عارف ان من ضمن المناقشات اللي اتناقشتيها مع معالي الوزير ايجاد فرص عمل للمصريين المغتربين خارج مصر اللي فقدوا عملهم باسباب او باخرى. ما هي بتعتمد على علاقة الممثل العمالي باللي حواليه، اجتهاد شخصي بحيث ان هو خارج الصندوق ان يكون عنده البابليك ريليشن والعلاقات العامة اللي تخليه عنده مرجع لأي واحد يفقد شغله، يكون عنده بديل بسرعة وبسهولة وبيسر وسرعة الاتصال سواء بين الجالية او بين رجال الاعمال المصريين او الاجانب اللي البلد اللي هو موجود فيها، يقدر ان هو يحل المشاكل دي عن طريق احتكاكه وعلاقاته العامه بيهم. ودي ده طبعا هو ايدها جدا، وده انا بناشد كل ممثل عمالي ان هو الدور الحالي مهم جدا جدا في الوقوف جنب المصري في الخارج بعلاقاته باسلوبه باتاحه الفرصه بتقويه علاقاته بمسؤولين البلد اللي هو موجود فيها. تمام يا فندم. اخيرا يا فندم، يمكن يعني قطاع كتير جدا من اعضاء هيئه التدريس المقيمين في الخارج يعني منتظرين يتاكدوا من حضرتك على مد فتره الاعاره سنه اخرى. هل الموضوع ديت يعني قيد التنفيذ ولا الموضوع يعني تم الانتهاء منه تماما؟ لا يا فندم، لا يا فندم، أنا تقدمت لدولة رئيس الوزراء بمذكرة تفصيلية بأسماء أساتذة الجامعات بعرض من أساتذة الجامعات بوضع كمان وديعة دولارية علشان يقدروا إن هم يكملوا في أماكنهم، وخصوصا إن هم فيهم كتير لم يستغنى عن عملهم. فإحنا ليه نقدر إن إحنا يعني نتسبب في قطع رزق جاي لمصر؟ انا ما بقولش للشخص نفسه، وجاي للشخص نفسه وغيره، لان لما هينزل استاذ الجامعه او الموظف اللي موجود مفيش بديل مصر هيطلع تاني. فانا ليه اخد اساعد ان انا اقطع العمله الصعبه اللي داخله على مصر؟ انا اساعد. قبل كده دوله رئيس الوزراء استجاب السنه اللي فاتت ومد سنه. انا بطلب تاني، وانا طلبت رسمي من معالي دوله رئيس الوزراء ان يتم فتح باب الاجازات لحين هم ينزلوا او يستقيلوا او تيجي بقى من عند ربنا، بس تكونش مننا احنا، مش بسببنا احنا. تمام. انا جالي جواب وغير رسمي طبعا ان في المجلس الاعلى للجامعات ابتدى يخاطب بعض الجامعات بحصر اسماء اساتذه الجامعه، ودي خطوات ايجابيه وانا مستنيه الرد رسمي. ما بحبش اسابق الوقت، ولكن انا من الناس اللي باصر لما اكون مقتنعه بفكره هتخدم بلدنا وهتخدم ولادنا وهتخدم برضو البلاد الاخرى ومكانتهم، ببقى انا يعني فايتر لحد ما اوصل ان انا اقنع بوجهه نظري. تمام يا فندم. يا فندم انا بشكر حضرتك على المداخله دي، وبشكر حضرتك على الاخبار الجميله اللي حضرتك قلتيها النهارده، وبالنيابه عن كتير جدا من المصريين اللي في الخارج اللي قاعدين يراسلوني دلوقتي اثناء الهوا بيقدموا لك الشكر على مجهودك الكبير ليهم.
شكرا يا فندم وشكرا ليهم، وتأكدوا ان مصر مش بتنسى اولادها. دي تعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجميع بيعمل سواء وزراء او نواب على قدم وساق، بس احنا بنحاول نقدم كل واحد في تخصصه الفكرة اللي تقدر تقنع، وانا على يقين باذن الله ان شاء الله ان هيتم الموافقة، لان احنا بنتكلم في الصالح العام. تمام يا فندم، شكرا يا فندم، شكرا.